عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الطلبيه. كنحتاجوا في المقادير بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 8 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي هنا 320 غرام ديال السكر سنيده مع 320 غرام ديال الدقيق، يعني قد الدقيق قد سنيده نفس الكميه. وبالنسبه اللي ما بغاتش الحلاوه يعني تنقص، يعني ماشي ضروري دير ديك يعني ديك سنيده كلها. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال لاغون، اي نكهه كتفضلوا. وعندي هنا 40 غرام ديال ميكسو او محسن الكيك، يعني ضروري منه. يعني اصلا هاد الوصفه يعني سهله، ماشي شي حاجه اللي فيها تعقيدات ولا تبقاو كتطلعوا بزاف، طلعوا ابيض البيض بوحدو تعاودوا عاوتاني للصفر، يعني كلشي في دقه واحده. صافي انا غادي نخلط هاد المكونات هما الوالا بعدا غير بشويه، عاد غادي نطربهم. هذا هو الخليط البنات اللي كنتحصل عليه كما كتشوفوا، يعني حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيولي كريمي. يعني الدور ديال ديك ميكسو او محسن الكيك هو كيخلي لنا لا جينواز ما كتهبطش نهائيا في الفران. دابا ان شاء الله غادي نفرغوا في اللاطه اللي غادي ندخل للفران. هذه هي اللاطه ديالي من بعد ما فرشتها في بابي كويسون كما كتشوفوا، يعني غلفتها مزيان باش لا جينواز ديالي ما تلصقش. انا استعملت هذه اللاطه كبيره. صافي من بعد ما فرغت لا جينواز ديالي في اللاطه كما كتشوفوا، دابا غادي ندخلها ان شاء الله للفران اللي سخنته من قبل، وتقريبا 10 دقائق ما تفوتوها لهاش. الا فتوا لها 10 دقائق غادي تنشف لكم وغادي تبقى تهرس تفرت غير بوحدها. هذه هي لا جينواز البنات بعد ما طيبتها كما كتشوفوا. انا درتها بهذا السمك، الا بغيتو ديروها غليظه اكثر ديروها. دابا خليتها انا كما قلت لكم، خليتها ليله كامله، يعني من الاحسن باش كتبرد لكم مزيان. صافي انا غادي نقطعها بهذا السيركل هكا. انا راه درت وحده فوق وحده باش كنقطع جوج في دقه وحده، ما كنبقاش كنضيع الوقت. صافي غادي ناخذ القياس اللي باغيه انا، يعني هذا هو القياس. بسم الله. بالنسبه هادو البنات راه ما كيترماوش، يعني حتى شي حاجه ما كترمى ان شاء الله. هادو راه ديروا بهم ديسير، ديروا بهم بزاف ديال الحوايج. المهم انا غادي نكمل هادشي اللي عندي ونطلقوا ان شاء الله. بالنسبه للسيرو عندي هنايا نص كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء، غادي نديرهم فوق البوطه حتى يغلاو، نخليهم حتى يبردوا، وغادي ندير ليهم لاغوم. اي لاغوم كتفضلوها ممكن تستعملوها. في هاد الاثناء ان شاء الله دابا غادي نطلع لا كريم. انا خديت هاد هولالا، راني بردتها مزيان، بردوها مزيان عاد استعملوها. صافي انا غادي نطربها ونطلقها ان شاء الله. هذا هو القوام ديال الكريمه البنات بعد ما طلعتها، كتجي لهذا الشكل هذا. وبالنسبه كاين شي بنات كيبقاو يطلعوها بزاف بزاف حتى كتولي بحال الزبده، يعني كتفصل، يعني ما كتبقاش كاع نهائيا زوينه، حتى في التزيين ما كتجيش زوينه. يعني راه كل حاجه عندها القانون ديالها باش غتصور. المهم انا دابا غادي نديرها في الثلاجه تبرد ليا شويه على ما نوجد ان شاء الله باش نونطيو الكيك ان شاء الله. بالنسبه للكلاصاج اللي غادي نستعمل ان شاء الله، انا راه خديت هذا، راه ما شاء الله عرفتي كتاخذوا يعني تصوبوها في الدار ولا القسم الا عرفتي كطيح لكم الا رخيصه بزاف. هاد الكلاصاج هذا اللي خديت هذه 10 دراهم، 10 دراهم يعني. وعاد غادي نزيد نخففها بالناباج او تخفوها بالماء اللي عندكم. هذا خديت انا كلاصاج ديال الشوكولاط، وخديت هذا ديال الفاني حتى هو نتوما كتشوفوا ثقيل، يعني عاد غادي نديرو ان شاء الله باش غادي نخفو. كما قلت لكم انا خديت هذه ديال الناباج باش غادي نخفو بها.
وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صافي البنات، انا هنايا حطيت لا جينواز ديالي في السيرك اللي غادي نمونطي فيه ان شاء الله كما كتلاحظوا، يعني كتاخذوا القياس مزيان. صافي دابا غادي نشربها بديك السيرو اللي حضرت معكم. انا عندي لا كريم درتها هنايا غير في هاد الميكا، هاد البلاستيك الغذائي. صافي انا غادي نديرو على الجناب ديال الكيك باش كتخرج ليا يعني الكيكه مونطيه. انا غادي ندير فيها واحد شويه ديال الكلاصاج من الداخل كي يجي زوين، يعني غير بهذه الطريقه هكا. صافي انا غادي نحط هذه طاجينوازه ثانيه. صافي دابا انا غادي ندخلها ان شاء الله المجمد تقريبا واحد ساعه المكانه، وان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا ليها التزيين. هذه هي الطورطه ديالي من بعد ما بيتها ليله كامله في الكونجيلاتور. انا راه حيدت لها السيركل ديالها وزينتها بهذا من الجناب، يعني بهذه الطريقه هكا زينتها كامله. انا دابا غادي ندير ليها الكلاصاج، ها هو الكلاصاج غادي نديرو لها من الوجه. صافي دابا انا غادي نزينها بهذا الكلاصاج اللي في الكحل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالي من بعد ما كملت ليها التزيين. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. من الاحسن تصوبوها في داركم بلا ما تاخذوها من الباتيسريات. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما ينساش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد لقناتي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.